شوية كبة مقلية مع شوية كبة لبنية، وما ننسى الكوسة المحشي وجنب منه هاليالنجي، واخر شي شوكولا دبي. امشوا معي لحتى اخبركن على الحكاية. اجتني رسالة على ماسنجر الفيسبوك بتقول يعطيك ألف عافية، إذا سمحت أنا فاتحة مشروع صغير، يا ريت تجرب من عندي يالنجي وكبة وبرك وكل الأكلات الطيبة. مثل ما شايفين بعتوا لنا 3 صحون، في هون عندنا كبة مقلية، في عندنا الكوسة المحشي، كمان اليالنجي والباذنجان المحشي، وآخر شي التحلاية رح نتركهم هدول للنهاية. نبلش أول شي بصحن الكباب يلي موجود معنا اليوم، هذا جاي سعره 50,000. بس ما شاء الله في كمية منيحة، تقريبا في هون عنا 5 أقراص أو 6 أقراص كبة مقلية. في هذا الشيء ما بعرف هذا كبة مشوية أو هذا الشيء، بصراحة مالي مجربه من قبل. وهي مبينة أكيد الكبة اللبنية. أنا بشوف الكبة المقلية بالشط ريالتي تلقائيا، مزين مثل هيك مو شايفين بدبس الرمان، في أخي لحمة، في روايح حلوة، في كبة مقلية. وهلأ خلينا نقول بسم الله نبدأ سعادة جديدة. الكبة رقيقة ومحشية، فيها جوز، فيها لحمة، فيها بصلة، كتير طيبة. يعني اخذ شروط الكبة المقلية الكاملة الصحيحة لحتى تطلع معنا أطيب كبة مقلية، فعلا طيبة يعني بدون أي مبالغة. مم. بس هي أنا ما فهمتها، يعني هي كبة مشوية كبة مسلوقة؟ بسمع أنا إنه في كبة مسلوقة، بس مالي مجربها من قبل ومالي فهمانها. هل هون في عليها مثل علام شوي؟ ما بعرف، ما مالي مجربها من قبل، ما فهمت شو هي بس طيبة. يعني شغله اول مره بجربها، نوع اول مره بجربه من الكبه، لكن شيء طيب. الحشوه تبعها هي اللي طيبه، الجوز مع اللحمه كتير طيبه، هيك قرشه الجوزه يلي عم تطلع طيبه. لا مو كبانيه، يمكن كبانيه. مم. عن جد كتير برافو. هن وقت بعتولي على الماسنجر انه هو مشروع صغير، لكن بهي الاحترافيه بهي الجوده هذا بنسميه مشروع كبير، مشروع احترافي، طعمه جدا طيبه. ان شاء الله باقي الاصناف كمان اللي معنا تطلع بنفس الطعمه. بس قبل ما ننتقل على الصنف الثاني، معلش بدي اتنقرش لي بواحد ثاني كبه لبنيه. امم انه هلا المصور بيقضي عليهم، ما بيخلي لي شيء. هون في معنا كوسة محشي، في معنا يالنجي، في معنا كمان، ما بعرف إذا هذا باذنجان محشي ولا يالنجي. هذا يالنجي باذنجان، هاد يالنجي عادي بورق العنب، هاد معقول هذا يالنجي ولا كوسة محشي؟ لا هذا كوسة محشي. لك شوفوا قديش أنا خبير، من الريحة بعرف من قبل ما أدوق. والله إنك أكابر يا أبو سطيف، والله إنك فنان. لك كأنه يالنجي. هلا هذا الصحن على العموم سعره 60,000. أنا هي الكوسة ما بعرف إذا هي كوسة محشي ولا يالرجي على شكل كوسة، إن شاء الله ما أطلع بالخجلة. نبدأ أول شي بالكوسة، أخذ أكبر كوساية. والله هذا يالنجي. صار لي ساعة عم بضرب فيها مراجي. هيك حشوتها من جوا. مم. سبحان الله، دائما طبخ البيت، المشاريع المنزلية، طبخ هيك هدول المشاريع بيكونوا أطيب من السوق بكتير، غير الشي وقت يكون بقلب مطعم تجاري. أخي فوت بالباذنجان حاجة كتر حكي. عن جد برافو، ولا أي غلطة ولا أي ملاحظة. نفس الباذنجان يلي ببيتي بيعملوه يالنجي، هون نفس الطعمة نفس النكهة، ما تغير علي شيء أبدا. حط انتين بلقمة واحدة أخي. لك حامض حامض، مع هيك وحدة ليمونة. يالنجي الحامض الطيب، ورق العنب دايب على الأخير. من فترة على طفي الكهرباء اللي احنا ما عاد مولنا اليبرق بالفريزر، صرنا نمونه بالمطاربين، يمكن بيقولوا له تشريش أو شيء. صرنا وقت تساوي اليالنجي يطلع هيك كتير هيك مشدود وخشن، ما يستوي قد ما حطيناه على الغاز. بوقتها انا كرهت اليالنجي بصراحة. لكن هون لما هيك عم تدوق، عم تدوق ذوبان اليالنجي، يعني ما بدها تعلكها لحالها، ورق العنب لحاله عم يدوب بالتم. عن جد الله يبارك لهم، بدون اي مبالغة طعمة كتير طيبة ومناسبة. وهلا ختامها مسك مع هي التحلاية الحلوة اللطيفة يلي قدامنا. هون في معنا 3 أصناف بهذا الصحن. في هون شيء اسمه إلزي كيك. هلا ما بعرف أنا شو يعني إلزي كيك، هي الأكلات الأجنباوية ما بفهم فيها أبدا. لكن هون بكريمة الأوريو، وهون كمان إلزي كيك بنكهة اللوتوس.
طبعا هذا الشيء انا مثل ما هن بعثوا لي عم بحكي، يعني بهي الاكلات انا مالي خبير. لكن هون في معنا شوكولا دبي، هي اللي صورناها من فتره، والفيديو ما شاء الله كتير ضرب وجاب مشاهدات. الشيء اللي جدا حلو ومفاجأة بالنسبة لكم انه هذا المكان عم يبيع شوكولا دبي ب 10,000 ليرة، سعر جدا مناسب. يعني عالم اليوم مثل ما شفتوا عم تطلب 200,000 و300,000 و150,000، لا قال لك اخي تعال لعندي انا بعطيك شوكولا دبي ب 10,000 ليرة. كمان هذا الايلزي كيك بنكهة اللوتوس سعره يمكن 25,000، الايلزي كيك بنكهة الاوريو سعره 35,000. بلش اول شيء بالايلزي كيك اللي بالاوريو، يلي انا ما عندي اي فكرة عنه بصراحة، يعني هي اول مرة بجربه بحياتي، يعني ما بعرف شو هو. هلا المكونات اللي مبينة معي هي فيها قطع بسكوت، فيها كمان نسكافيه طلعت معي طعمت هيك نسكافيه خفيفة، فيها شوكولا الاوريو، كمان في كريمة، والبسكوت هيك شربان من هذا الصوص، اعطينا طعمة كتير طيبة. شوف تبع اللوتوس اخي، لوتس قلبي من كثر مو طيبة. الليزي كيك الاوريو طيبة، لوتوس طيبة، لكن هلا انا الفضول تبعي بهي شوكولا دبي اللي سعرها 10,000 ليرة. محشية كنافة للجو، صوص البستاشيو واضح فيها نوعية الشوكولا تقيلة، وهيك جامدة طيبة لذيذة، معمولة بشكل صح وسعرها كتير رخيص. عن جد برافو، والله يعطيكم ألف عافية. مشوا معي للنهاية لحتى أخبركم عن أي أكتر صنف عجبني، كمان لحتى أخبركم عن الرقم وكيف تتواصلوا مع هدول الجماعة. أصحاب هذا المشروع الصغير عم يقدموا شغلات كتير طيبة وكبيرة، ما فينا نقول عنه مشروع صغير، هذا فينا نقول عنه مشروع احترافي، عم يقدم شغلات جدا احترافية. أكثر شيء عجبني من بين الأكلات اللي كانت موجودة معنا اليوم، بالمرتبة الأولى الكبة المقلية كانت كتير طيبة، بالمرتبة الثانية اليالنجي الورق العنب، بالمرتبة الثالثة شوكولا دبي سعرها مناسب ورخيصة، وكمان كانت جدا مناسبة. أنا رح أترك لكم هلا أرقامهم هون على الشاشة رح تطلع عندكم لحتى تتواصلوا معهم، فيكم توصوهم عن اي شيء بدكم اياه، طبخ شرقي ان كان طبخ غربي، كمان اذا بدكم اكلات حلويات هدول الجماعه بيساووا اي شيء، ما شاء الله نفسهم طيب على الاكل وشغلهم جدا مناسب واسعارهم جدا مناسبه. كمان بدي منكم انكم تدعموا هذا الفيديو بزر اللايك مشان هذا الفيديو يوصل لقاعده جماهيريه عاليه ويستفادوا منه اصحاب هذا المشروع. بالنهايه شكرا كثير لحضرتك انك وصلت لهي الدقيقه من هذا الفيديو، اثبت وجودك تحت بالتعليقات بالصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. لا تنسونا كمان من زر اللايك، من التعليق الحلو يلي مثلكم. وبحب ذكر وعيد انه اي حدا عنده مشروع منزلي بسيط بحب انه نحن ندعمه نسوي له فيديو مجانا، ما عنا اي مشكلة، فيكم تتواصلوا معنا على ماسنجر الفيسبوك. وهلا صار فيني لكم سلام.